وفقا لوكالة شينجيان ديلي نيوز، فإن الاحتلال الصيني لمنطقة شينجيان الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية تقوم بمقاطعة البلدة وإكراه السكان المحليين لإجبارهم على الخروج والعمل في كوانزو، مثلما فعلت مع الشاب عماني غولي الذي تخرج من المدرسة الثانوية المهنية، وتم إرساله هو و50 شخصا آخر للعمل في كوانزو ومعظمهم من النساء، حيث تم إجبار الشباب الإيغور على العمل القسري لتغطية نقص العمال في المقاطعات الصينية. قرر رئيس أركان أوزباكستان شالك ميرزييف ونائب رئيس الوزراء القازاقي أرزال مامين استضافة منتدى الأعمال الأول من نوعه بين كازاخستان وأوزباكستان في أستانا عاصمة كازاخستان. بدأت اليابان والصين في تشغيل آليات الاتصال بالخط الأحمر لمنع النزاعات العسكرية غير الضرورية. ووفقا لوكالة ليكودو اليابانية للأنباء، فقد أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان نقلته بعد القمة التي عقدت في طوكيو بين اليابان وكوريا والصين، حيث تم التوقيع على مستند يحتوي على الخط الأحمر وآلية حوار منتظمة بين الصين والأطراف الأخرى مع كبار مسؤولي الدفاع. احتفلت روسيا في 9 مايو بيوم النصر، وهو الذكرى 73 لانتصار روسيا في الحرب الوطنية العظمى، وقد تم تنظيم عروض عسكرية ومسيرات الجحافل الخالدة في الساحة الحمراء وغيرها العديد من الأنشطة التذكارية في جميع أنحاء البلاد، وقد شارك أكثر من 13,000 شخص و159 آلية عسكرية، بالإضافة إلى 75 طائرة في العروض العسكرية. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات جديدة على إيران، وأن قرار الجانب الإيراني جاء بمواجهة الرئيس الأمريكي ترامب، حاول الأصدقاء الأوروبيون في وقت لاحق الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران طالما امتثلت إيران للاتفاق. عقد الاتحاد الرياضي العالمي للمهرجانات الثقافية التقليدية مهرجان إثنوسبور في إسطنبول، ويضم المهرجان الأوروغوايانيون الشرقيون، التركستان، التتار، شعب القرم، بالإضافة لدول أخرى مشاركة.